تعرف ايه عن الكرواسون؟ ده في الحقيقه ما اعرفش حاجه. ده انت افيد يالا. بافل برجر عامله سندوتشات بالكرواسون، نازل بقاله شويه بس ما جاتش فرصه ان انا اجربه. نازل منه نوعين، اولد سكول وشتاكي برجر. عامل لها تغليف شكله لذيذ قوي، حاطين من جوه الكرواسون ومعاها شويه بطاطس، شنطه تانيه فيها الفي كولا والسلطه والكاتشب. مش معلم لنا في اي حته في العلبه ده انهي نوع فيهم، فاحنا هنكتشف. ده اللي هو الشتاكي لان هو فيه مشروم من فوق اهو، الكرواسون من جوه مورق كده وتحسه شارب زبده كويس. نبدا بالاولد سكول. سعر الاولد سكول 165 جنيه، جبنه باف صوص، حاطين عليه البافلو صوص وجبنه تشيدر. ساندوتش طعمه حلو، المكونات اللي جوه طعمها معروف، الكرواسون هو اللي طعمه وجودته حلوين قوي. بس في ملحوظه، المكونات لوحدها حلوه، الكرواسون لوحده خطير، ممكن ميكس الاثنين مع بعض ما يعجبش بعض الناس. الشتاكي مشروم، هنا بقى حاطين مايونيز مع جبنه تشيدر مع قطع المشروم من فوق. بص شكل الكرواسون عايم في الزبده ازاي. انا ما بفضلش قوي المايونيز مع البرجر، بحب اكتر الاولد سكول عندهم، فكره مختلفه وتستحق التجربه، بس على حسب انت بتحب الكرواسون قد ايه. قال لك بقى ان معنى كلمه كرواسون يعني هلال بالفرنسيه، وقال لك كمان ان الكرواسون اكس الجامد لازم يحتوي على الاقل على 81 طبقه من الزبده والعجين، يعني لو 79 منجوجو يبقى فيستك.